وقد اعترض البعض في زماننا على هذا الأصل بقول الله عز وجل: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. فادعى عدم وجوب استئذان الإمام، وأن الواجب أن تقاتل وحدك ولا حاجة للإمام. فقاتل في سبيل الله ولا تكلف إلا نفسك. وهذا من الجهل، لأن الخطاب هنا موجه لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو الإمام، وليس للأفراد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إن الله يخاطب الإمام، إمام الأمة، لا أن يخاطب كل واحد. ولهذا قال: وحرض المؤمنين. وهذا الرجل إذا خرج بدون إذن الإمام خارج عن الجماعة ومخطئ على نفسه، خصوصا في عصرنا هذا، لأنه إذا خرج مجاهدا ثم عثر عليه وعلمت دولته، يعني من الجنسية الفلانية، صار هناك مشاكل بينهما. فالواجب أن الإنسان لا يأخذ النصوص من جانب واحد وينظر إليها بعين الأعور، بل الواجب أن يأخذ بالنصوص من كل جانب. ولهذا قال العلماء: يحرم الغزو بدون إذن الإمام. وهذا المستدل أخذ بالنصوص من جانب واحد وفاتته جوانب. فهذا موسى وأخوه هارون عليهما السلام نكل قومهما عن الجهاد، وقالوا لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فلم يذهب موسى وهارون إلى القتال بمفردهما وهما نبيان، إنما اعتذر موسى إلى الله، قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فلو كان كل واحد يذهب لذهب لوحده. واستدل البعض بقصة أبي بصير رضي الله عنه لما جمع جماعة حوله وجعل يقطع الطريق على كفار قريش ويحاربهم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: أبو بصير رضي الله عنه ليس في قبضة الإمام ولا تحت إمرته، بل هو في قبضة الكفار وفي ولايتهم، فهو يريد أن يتخلص من قبضتهم وولايتهم، فليس هو تحت ولاية الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلمه لهم بموجب العهد والصلح الذي جرى بينه وبين الكفار، فليس هو في بلاد المسلمين ولا تحت قبضة ولي الأمر، يعني سلمهم لهم ثم فر منهم واتخذ مكانا ليس للإمام عليه سلطة وجعل يحاربهم، هو في أرضهم ليس في أرض النبي عليه الصلاة والسلام. فالجهاد موكول للسلطان وإذنه ورأيه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد على حدوده. ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا. ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام، أو يريدون البغي على طائفة من الناس، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام.